في وقت الكل يصيح يتكلم يثبت يعني وجهة نظره، أنت وسط هاي الزحمة تختار الصمت. وهذا مو لأنك ضعيف ولا أنك ما تعرف ترد، بس لأنك اخترت أنك ما تدخل كل جدال، أنك ما تبرر كل شيء وتشرح وتبرر نفسك على كل موقف. طيح راسك. الصمت يعتبر سلاح ضد العالم، ضد اللي يحاول انه يشككون فيك، يشككون في ثقتك، يشككون انه ما في داعي انا احط نفسي او اقيس نفسي بقيسهم. ما تعرف الحقيقة، الناس ما تشوفك على ما انت عليه او ما تشوفك بعيونك، تشوفك بعيونهم، مخاوفهم وتجاربهم. فليش اسمح لكلامهم يدخل عقلي؟ ليش اسمح لآرائهم تحدد مين اكون؟ الصمت هو الرفض، رفض الدخول إلى جدال عقيم، أو رفض أنك تضيع وقتك في أمور ما تستاهل، ورفض أنك تعيش على رضا الناس. كل يوم خذ لك 10 دقائق اسمع فيها لا شيء، فكر واصمت وعيش الهدوء. وقتها بتحس بالراحة وتسمع نفسك وثقتك، وتحس بالثقة والهدوء وترجع لحالتك الطبيعية من غير هذا الإزعاج اللي حوالينا اللي عملنا توتر كل يوم. فالصمت يعلمك متى تتكلم، متى تبتعد، متى أختار معاركي. والكلمة الأقوى دائما الكلمة اللي أنت ما قلتها. فلا تحاول تثبت شيء لأي أحد، ولا تنتظر تصفيق من الناس اللي ما يعرفون قصتك. امشي بثقة وصمت، لأنك تعرف الطريق وتعرف نفسك، وهذا كافي.